وانتم من فصيلة كابونج. هذبح امه قدام. يا دين امي جبت لك شبشب يا ابن الكلب، والله وحشتوني. وازيك يا اخوات، اهلا بكم في فيديو رياكت جديد، وتقريبا اول فيديو رياكت جديد في رمضان. يعني بقالنا حبه حلوين جدا ما عملناش رياكت، داخلين مثلا في شهر وحبه. بس المشكله ان التيك توك يعني مفيش ترندات الفتره دي، لانهم كلهم يعني ربنا يفك دقيقتهم. فاهلا بكم في فيديو رياكت جديد. فيلا بينا نبتدي الفيديو النهارده. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنساش تذكر الله لا اله الا الله. ما تنساش مهم جدا انك تشترك في القناه وتضغط لايك الفيديو ده علشان تشجعني ان انا اكمل. وعايزين نوصل 1000 مشترك قبل يعني ما نخرج من شهر رمضان. باقي 200 بس تقريبا او 230، فنقدر نجيبهم. فيلا بينا، انتوا معايا وانا معاكم، ونوصل 1000 مشترك. ويلا بينا نبتدي الفيديو النهارده. طب اخواتي، قبل ما نبتدي فيديو النهارده، ده لينك التيك توك بتاعي هتلاقوه في الديسكربشن تحت. ادخلوا هناك اعملوا فولو ومنشن لاي فيديو حابين ان انا اعمل عليه رياكت، او ابعتوه برايفت، اي طريقه انتوا تعملوها بيها. وبرده هتلاقوا لينك الانستا في الديسكربشن تحت. ادخلوا هناك اعملوا فولو عشان بوزع شوكولاته على الاكونت هناك. فيلا على الانستا هناك واعمل فولو على التيك توك. ويلا بقى نبتدي في الفيديو، وبسم الله المعين. اطلعي يا مرات ابني. على فكرة انكل، يعني انتوا في نفس البيت، يعني في نفس الشقة، فالحتة الخشبة اللي قدامك ده بتعمل صوت. يعني انت لو عملت كده تك 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 هتفتح، مش لازم بقى الفتحة دي. انت يا مرات ابني، انت بتقول انا شربت ما عدتش بخاف. انا وانتوا من فصيلة كابونج. شربتلك بور. نعم مين؟ ايه بربر ده؟ انت بتقول شربت انجازي ولا مصاري؟ اه ايه الرول ده؟ انت ايه انت متجلة تفهمي. بعدين انتوا عارفين بتفكرني بمين دي؟ الله يمسها بالخير، يا انا يا خالتي. تقصد شربت ريد بول. ريد بو ماشي. شربت الاربار. ايوه. طب خش جوه يا جدو، بدل ما ازعلك وتندم على الريد بول اللي انت بتقول انك شربته. سامع ولا ما انت سامع؟ اسمع الكلام يا حاج عشان ما تجيش تفشخنا كلنا. خش بسرعة. يلا يا اخويا، طريق السلام، يلا. كاتكم القرف. رجالة اخر زمن. ايه دي؟ ايه يا جماعه، مش عارفين نقف في العماره منكم ولا ايه؟ كل شويه زعيق صوت. هو دي المفروض يكون الست اللي لابسه اخضر، دي المفروض تكون اللي كانت بتبهدل الراجل من 3 ثواني بس. تقريبا كانت في مشوار، فحبوا ان هم يخلصوا التصوير قبل ما ترجع. فقد غلطة مونتاج دي عدل، او غلطة اخراج. هو مين بيضرب مين ولا مين بيجري ورا مين؟ وبعدين انت مالك ما تقولش شقتك كنت ساكت؟ ايه اللي قاعد فينا؟ كلنا ساكنين مع بعض، يعني نحترم بعض، واحنا جيران زي بعض، نحترم بعض عيب. حصل. طيب دلوقتي كان في مشاكل ما بين مرات اخويا وحماية، عادي يعني بتحصل. صفتوها انا اسف، يبقى مرات اخوها موجوده بس دي طلعت ترد، عشان مرات اخوها لو طلعت هتبلع الراجل ده، هتنزله مش هتطلعه تاني. يعني ولا اخش خلاص صفيها؟ هو انا هو في ايه؟ في ايه يا اخويا؟ انت مالك جاي بتزعق كده ليه؟ هو الصوت ده اللي كنت بسمعه فوق. وانت مالك سامعك خاف على نفسك عشان هتتبلع، هتفطر بيك. اللي وتعب السير. اوعي كده يا بنت، انت اللي جبته تعالي لي كده. في ايه؟ تعالي. طب ايه فايدة الشقلبة؟ يعني ايه فايدة انك اتشقلبتي؟ مش كده، مش هياها يعني؟ مش هي عشان يعني تديله بنيه وتتعمل في الباب؟ بالحسنى كده. ماشي يا حاج، الحمد لله ما فيش اي مشاكل عندنا، واحنا تمام وزي الفل، بس انت ما تتدخلش. وبعدين يا اللي عم ما تدخلش، انت صوتك صح على جيراننا احنا بره. جاي بيسال على حد في حاجه وعايز يطمن، بيتكلم باحترام، بيخبط بالراحه. طب ما الراجل يخبط، مش زي جدك اللي ايوه اللي بيتكلم ده. الراجل يخبط وبيتكلم بالهدايا والاصول، انت اللي قربتي تاكليه. ما هو انا تعبت، انا كل يوم اعدي الاقي ضرب وشتيمه. هو كله ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ ما كنتش ده انت فاضلنا بقى وحاطط ودنك على الباب. ودنه؟ انت صوتك اصلا في ميكروفون، في مكبر هنا هو بيطلع صوت 30 ضعفه. كله فاضيين للناس عمالين يتخانقوا 24 ساعه. وانت مالك؟ انت مالك؟ استحمل الضرب ده كله لا ازاي؟ اله الا الله، انت مالك؟ انت كنت من بقيه عيلتنا، انت وحاجه طب بتطمن خلاص دلوقتي يا ان احنا لكم ايه؟ وانا مالي انا كمان. انا همشي من الفيديو وانتوا ناس قليلة الادب كلكم. الطريقه اللي هربي بيها ابني عشان يطلع راجل. حلو، هتعلم منك واعمل زيك. يلا قول لي. هربيه اول 6 سنين من حياته بكل حب وحنيه، بعدين هاجي في يوم اصحيه الساعه 1 بالليل
عشان يصلي قيام ليل. حلو. عشان يبقى قريب من ربنا وشيخ كده تقي. حلو. بالاتفاق مع عمه طبعا. اول ما يفتح عينه هذبح امه يا دين امي. قدامه، هتقع على ركبتها، هتقعد تخر دم تخر دم تخر دم، وبعدها اروح شايطها واحده سبارتا برجلي تقع على وشها. ابني هيقول لي ليه يا بابا؟ ليه يا بابا؟ هروح رامي له السكينه على السرير، هقول له خد حق امك. الواد طبعا هيترعب ومش هيعرف يكلمني. يا دين امي. ما هو مش ذكر طبعا، في احتمال اقل من 1% ان عقله يوز ويقوم بجد. ساعتها هاخد اعدمه العافيه لحد ما يبقاش بالعافيه. بعد كده هرميه في ملجأ، اقول له لما تبقى قوي بما فيه الكفايه تعالى خد حقك. فهو يكمل بقيه حياته عنده هدف وبيسعى له، ما ان هو يرجع حق امه ويقتلك. بيركزش في اللعب ولا البنات ولا بيشجع ميسي، لحد ما بعد 20 سنه هيبقى واد اسطوري. خلي بالك انت بدات تقنعني وانا كده هخاف على عقلي. جامد في كل حاجه. ساعتها هيتصل بيا يقول لي انت فين يا بابا؟ هقول له والله وكبرت وبقيت عايز تاخد حقك من ابوك. انت فين يا بابا؟ والله وكبرت وما بقتش بتخاف من ابوك. انت فين يا بابا؟ خلاص يا ابني في البيت نفس العنوان. هيقول لي يابا انا مش فاكر، انت قتلت امي وكسرتني ورميتني وانا صغير. هبعت له العنوان. هبقى قاعد نفس القعده من 20 سنه على سرير ابني جنب جثه مراتي، الاقي البيت بيتفتح. دين امي حنقت مراتك. طب كمل. وابني داخل لي شكله مرعب، هيقول لي انا اتدربت 20 سنه عشان انتقم منك يا بابا. انا هبتسم واقول له انا فخور بيك يا ابني. كل مشاعر الانتقام بتتشال من وشه وبيقع على ركبته ويقعد يعيط. بجد يا بابا انت فخور بيا؟ انا مسامحك يا بابا عشان انت اللي خلتني كده، انت اللي خلتني راجل كده. يعني هو مش ممكن اصلا يمسك السكينه ويفلقك بيها؟ هقوم قايم ذبحه وشايط واحده سبارتا. يا دين النبي يا دين النبي. ثواني. الو، مستشفى العباسيه؟ في واحد تقريبا هربان منكم كنت بتعذبوه وبيطفوا سيجاره تحت باطه. طب الحقوا عشان هيخلص علينا كلنا. يلا بسرعه. طب الساعة 5 وما عنديش وقت بس طلبت. يعني بعيد عن 5 وما عندكش وقت، بس ايه فانوس رمضان اللي انت لابسه ده؟ ايه فانوس رمضان؟ انت ناقص تحط فيشه تنور. اكل جاهز. المهم انا جايب لكم شكله موت. وكنافة وسبيب وكوسة الهند وحاجات حلوة. جوزة الهند؟ تقرب لجوز الهند دي صح؟ انت وربنا مش قلت لكم ناقص يحط فيشه وينور؟ اهو بيعرف يجيب الترند في ثانيه. بتطلع تشتمني وانت بتطلع تشتمني عشان تلموا شوية ريتش. انا ما ينفعش ارد عليكم، او انا يعني انا برستيج ما ينفعش ان انا ارد عليكم. حصل برستيجك موت. بس انا عندي استفسار بسيط بس. انت بتحط الفيشه فين يا كوكو عشان تنور؟ يعني لو تعرف قول لي، يعني لو تعرف قول لي، او انت لو شفت الفيديو تعرف قول لي، بس ما تشتمش فيها. كلها بتقول يستفز. دي بقى مقولة مين بقى؟ اخراج مين؟ طه حسين ولا نجيب محفوظ؟ عارفين الصراحه. حلو. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم؟ روح العب. روح نلعب ماشي. خلصت. اكتر حاجه تستفز المستفز التجاهل. حلو. تجاهل استفزاز المستفز تاخد مستفزه للشخص المستفز. ها؟ تجاهل استفزاز المستفز تاخد مستفزه للشخص المستفز. انت بتقول كلام صح وانت راجل صح. انا هعمل زيك. حاضر. يا اخواتي المخراق بعد ما شوحناها حلوه اهي. هو يعني ايه هو ايه ده؟ بصوا وتعالوا ندوقها مع بعض. بسم الله. لبنيه ولا يعني ايه مقرقشه شويه. ايه يا ابونا انت ايه ده؟ طعمها يعني بتاكل لحم مدخن كده، ستيك لحم مدخن. هو ده ايه اصلا؟ يا اخواتي اقسم بالله انا ما اعرف ايه ده. لو تعرف اكتب في كومنت تحت، ايا كان شفت الفيديو يوتيوب تيك توك، لو تعرف ايه ده اكتب لي في كومنت عشان افهم. يا دين امي ايه الخرا ده؟ هاي جايز لبس اللايف بط. لا ابو شكلك وانت مش ناوي تعالي؟ مش ناوي تهدي؟ انا بقالي شهرين سايبك انت لسه زي ما انت. يا دين بقول ربنا يهديك مفيش. صباح الخير. الفانيلا الكارينا. يلا بسرعة. هشخ. لا مش هتشخوا معايا. اللهم اعقلها يا رب. اللهم ارزقها عقلا جيدا واعيا لكي تدرك ماذا تقول. اسف اتأخرت عليكم. ايه الشيخة كانت محبوسة؟ بقول لكم ايه، ياهو وزارة
ثواني. وزارة الداخلية. الداخلية. انا مش هسيب ولا رقعة عشان ادعي لك. حلو. طب حلو. تعليق مبدئي او تعليقين مبدئيين كده، يعني ممكن يكون مفهومش هزار بس يعني فاهم. امتى في السجود بقى في اللي هو كده وتسجد؟ يعني الابديت ده حصل امتى معلش؟ وثانيا بقى انت حاطط المصحف قدامك، يعني دي هاك عشان ثغرة عشان الدعوة تطلع اسرع او تستجاب اسرع، ولا يعني خشعة في الصلاة والدعاء؟ يعني ده الملايكة حفظت اسمك من كتر ما بدعيلك. وانت ما لحقتيش تدعي، انت المفروض تقعدي تطلعي بعد ساعة. ربنا بصوا، انا هعمل لكم سلسله فيديو زي كده عشان تخليكم تذاكروا، عشان ما تتجوزوش جواز صالونات زي كده، او يعني تذاكروا وما تبقوش ما تبقوش مرتبطين. سلسله فيديوز كامله هتلاقوا. بصوا فيديو تاني. انت ايه؟ ما عندكش دم، اقسم بالله ما في دم، اقسم بالله ما في دم. بيت لك شبشب يا ابن الكلب. لو ما ذاكرتش هتتجوز زي كده، وانت حر. انت حر، فذاكر كده وشد حيلك، وانت ذاكر وشد حيلك عشان ما نخبطش الدنيا في بعض. وبس كده وصلت اخر الفيديو عشان انا قربت ارجع. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي جديد، و باي باي. ولو انت ما عملتش لايك الفيديو ده اعمل عشان ما اطلعش اخبطك. يلا سلام.